السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ النهارده بقى هنتكلم على جولات الأسبوع كلها. هنتكلم بقى على ريال ومش عارف مانشستر سيتي وبرشلونة اللي هي يعتبر اوريدي يعني حسمت الليجا. بس احنا قبل ما نبدأ كل ده ندي نعزي أشقائنا سوريا وتركيا على الزلزال اللي حصل وسبب إن كذا ناس ماتت فيها كتير وبالذات في سوريا أكتر. فأنا الواحد يعني مش عارف يقول ايه اصلا، عشان الحاجات محزنه وحاجات تضايق بالأطفال اللي ماتت على الله. يعني نخش بقى في التفاصيل ونبدأ بقى في ايه، في الريال. هنتكلم بقى في الريال. الماتش كله بتاع الريال ومايوركا هو ماتش غريب شويه. هو يعني فاهم كذا مره الريال بيتجرب في الموضوع ده. هتقولي يعني ايه بيتجرب في الموضوع ده؟ حوار البدني والعنصريه. هتقولنا اكيد على فينيسيوس، مع اللعيبه كلها، بس هي اكثريتها كلها مع فينيسيوس من الماتش بتاع الجوله الاول بتاع مايوركا برضو كان الحوار ده زايد معاه شويه، ومن برضو من السنه اللي فاتت يعني. بس حوار مايوركا ده من 4 شهور، حوار اللي هو ايه المدرب برضو متضايق منه بتاع مايوركا، يقول لك ده كان بيعمل ازعاج ويستفز لعيبه مايوركا، فده السبب اللي خلاهم يعملوا النوش ده وبتاع. بابلو مافيو، هتقول مين بابلو مافيو ده سبب المشاكل ده كله. ده اللي مسك فينيسيوس الجبهه بتاعته وقعد بقى يعمل له كده ومش عارف ايه ويعني حاجات يعني فاهم، حاسه ان هي بقت اوفر بس هي كلها فاهم لمصلحه فريقه يعني. بس انت الموضوع زاد مع اتلتيكو مدريد بلد الوليد، انت فاهم الموضوع زايد شويه يعني. انت ده مش هيدي افاده، انت كده بتضر اللاعب، بتخليه زي مسيره بانوتيلي، انت فاهمني. واللي يضايقك برضه اللي انت الحكام شايفانا عادي، انت فاهمني. الحكام شايفه ان الدنيا دي عادي وايزي يا معلم، فاهم؟ دي عنصريه عادي، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش انذار للاعب ذات نفسه. ما اصل خلي بالك انت بتلعب، ما تفضلش تتكلم كتير. بس دي اتجروا في الجانب البدني وده ادى برضه بسبب الاصابات برضه للريال. هي برضه حوار العنصريه دي حاجه، وكتكتيك لماتش برضه حاجه تانية خالص يعني. كان زي الخرا، بالذات ناتشو اللي جاب الجون في نفسه يعني، فاهمني. هي اتحسبت للمهاجم، بس هي فاهم هي كانت سبب الجون برضه، انت فاهمني. بس هي النقطه كلها بقت ماشيه ازاي، ان اللعيبه يعني فاهم اي حاجه يا جماعه نمشي حالنا، فاهم. في الماتش ده ولاقي رودريجو يبقى في ناحيه الشمال. انا ما شفتش رودريجو بيلعب في ناحيه الشمال في الريال قبل كده، ما بيقدرش يأدي. هو ميزته كمهاجم وهمي او جناح ايمن، بس مفيش اي حاجه تاني. الارسنال ويفرتون، هتقول لي ايه ده، ايه النظام في الارسنال وبتاع؟ بص يعني الارسنال لعبت ازاي؟ هي لعبت زي الخرا يعني، فاهم. هو الوحيد يعني اللي كان بيلعب كويس بارتي يعني. هتقول لي طب بارتي ده ما قدرش يستحمل يعني، كان قدامه ادريس نجاي وبقول لك ايه، 5 لعيبه في خط نص. هتقول لي ايه ده؟ طب مارتينيلي وساكا ولا شفت اي حاجه ماتش؟ اقول لك على حاجه، ايفرتون كانت بتلعب بخطه ايه؟ 4-5-1. ما لازم ما تخسر يعني، انت فاهم. ده كويس اللي هي ايفرتون لعبت بشكل كويس وكهجومي اعلى بسبب الكثافه العدديه اللي في خط النص، تمام. والارسنال يعني يا دوبك ولا كان عارف يدافع ولا كان عايز يعمل حاجه. هتقول لي ليفربول ايه الدنيا؟ لا، ليفربول مات يعني. فاهمني. هتقول لي ليفربول مات. لسه عيد الكلام ده تاني، اقول لك بقى ليفربول خط النص ونقط الضعف ايه اللعيبه كلها. ده محمد صلاح انطفى وداروين مايونيز يعني فاهم، لسه بيعمل مايونيز في الهجوم، وجابوا ده يعني مش عارف ايه اللي جابه اصلا ليفربول. انا مش عارف ايه الدنيا ماشيه ازاي. مانشستر سيتي بقى وتوتنهام، انت يعني بص الارسنال فرحانه يعني اللي هي بطريقه ايه، يعني بيدوا تحيه لهويلبيك، فاهمني. هتقول لي الراجل ده يعني بص انت تعوزه، فاهمني، في اي حته. الراجل يلعب لك بقى مدافع ثالث، مدافع صريح، جناح، باك شمال، مش عارف خط نص، الراجل بيلعب لك في كل حته. هو العنصر الاساسي اللي كان فارق في توتنهام هو هاري كين بامانه يعني، فاهم. مش عارف كنت يعني مش عارف الراجل باين اتطرد ولا تعب ولا كان موقف لنا واحد شبه سواريش يعني، فاهم. بس الراجل ادى يعني، الراجل كان ولا فينا سلك ولا بتاع، الراجل اعتمد على الخط وودع يا معلم
السيتي بقى انت حوار كانسيلو بعد ما مشي وراح بايرن ميونخ، انت هتقول لي بقى الدنيا في عجز في ناحيه الشمال، اقول لك عجز. لما تلعب لي ريكو رويس، لاعب ناشئ وجامد، بس انت بتحرقه اللي انت بتلعبه مكان كانسيلو. تمام. بما ان ماليش دعوه المشاكل اللي حصلت بين جوارديولا، اللي هو بيقول لك اتعصب كانسيلو شاط الكوره في وش جوارديولا في التدريبات، هو طالما اللاعب هو ابتدى بقى يقل ادبه، فاهم، يمشي واتقلب عليه مره واحده. بس ده انت تحتاجه في مطوشه تقيله، فاهمني؟ فانت دلوقتي انت مش حاسس ان برضه تخلي ليكو رويس مش عارف اضافه في الوسط، وتخلي رودري يرجع ويبقى مع اكي واكانجي، وانت برضه المساحات اللي ورا برضه، فاهم، بايظه خالص يعني، فاهم؟ كل اللي انت بتتكلم عليه ده برضه حصل في مانشستر يونايتد لما كانوا بيلعبوا الماتش خلص 2-1. ده برضه الفرق المساحات اللي ورا، ووكر كان بيتقلب اضافي برضه، فاهمني، كجناح. بما ان رياض محرز هتقول لي طب هو ليه بيعمل ريكو لويس اضافي في الوسط؟ يقول لك اصل جاك جريليتش بيخش اضافه في الاضافه في الهجوم، وعمق في الهجوم، ما بيبقاش جناح، وهالاند ده، فاهم، ده اكتر واحد عرفت ان هو خلاص الماتش طلع من دماغه مع رومينو مع رقابه كده. يا رجلي، يا رجلي، خلي بالك. بقى يستلم الكوره من بره ال 18، وانت لما بتعرف هل بيطلع من بره ال 18 ده خلاص انت كده هتلاقيه مفيش لعب ومفيش حلول، انت فاهمني؟ هتقول لي رياض محرز كان الدنيا وشاط كوره في العارضه وبتاع، هي دي الكوره اللي عملها. انت كان لعيبه مانشستر سيتي ما كانتش عندها زي اللي هي حلول هجوميه ولا حلول دفاعيه تعرف ايه تظبط الدنيا معاه، كانت الدنيا بايظه. حتى الجول الاول اللي جه بتاع هاري كين نفس الجول اللي جه في الجوله اللي فاتت اللي خلصت فيها باين على ايه ما تتذكر كده، خلصت 3-2 لمانشستر سيتي. بس ده نفس الجول اللي هو وسط بيبقى جاي بيباصي للدفاع وما بيبقاش واخد باله من اللي ظهره. ده كل الناس اتكلمت عليها وكانت باينه وملاحظه قوي. ولحد دلوقتي انت جوارديولا ما كسبش ولا ماتش اخر 5 ماتشات في ملعب توتنهام. وهنتكلم بقى على الميلان والانتر. انت كفايه الاجواء بتاعه الماتش، يعني ديربي يعني ابتدى بقى تحس بقى ايه بريحه الديربي من بعد مين. هتقول لي ايه ده؟ انت خلاص يعني الدوري حبكت يا حلاوه، يعني فاهمني، بعد ما بين فاهم قالت انا مش هعمل البث بتاع الدوري الايطالي كله، يعني فاهمني، بين التيفوهات والحاجات دي حاجات جميله، يعني انت فاهمني، بالذات في الانتر بقى تعبان خش بقى على الماتش اللي ما فرقش عن السوبر بتاع الايطالي باي حاجه. هتقول لي طب نفس اللعيبه اللي ابدعت، الفرق اللي في لوتارو بس هو اللي جاب الجول. وعلى فكره الماتش كان الكوره الاجوان كانت ممكن تزيد، الميلان كان وحش قوي. انا هل دلوقتي اقول لك الانتر كويس عشان الميلان بيلعب حلو عشان الميلان وحش، ولا عشان الميلان ما عندوش حلول؟ ما فيش حلول. يعني انت زي سيمون كيير وكانولو الدنيا بايظه خالص، والحارس بتاع تاتا اللي اسمه تاتا ده، انت فاهمني، ده ايه مش فاهم ايه الدنيا، ايه اللي يا معلم اللي انت بتعمله ده، انت فاهمني؟ ايه ده بقى؟ ما انا بيسقف ايوه صح، انت فكرتني. لكن انت تاخد الاشاده كلها من ناحيه الانتر، عامله ماتش جامد، بالذات باريلا، شانانوجلو، مختريان ايه يا معلم اللي هو عامل ايه يا معلم؟ من بقى بيشيل في اللعيبه وجرينتا وقلب ايه يا جدعان؟ ده جرينتا الراجل مسيرته صحيت من ايام من ارسنال لما كان بيلعب. ده انا اتفاجئت يا جدع اللي كان بيلعب في روما يقول لك الصفقه بتاعت مختريان دي كانت تعبانه يا عم ومش عارف ايه. لا انا ده بقول لك ايه، بص اديني في العتاقي يعني. لكن انت دلوقتي بتلاقي اللعب من لوتارو كان عامل ماتش جامد، مش عشان هو اللي جاب الجول، لا هو كان عنصر اساسي بيحرك اللاعب باللعيبه، وكان في زي مهاجم وقالب على مهاجم ومهاجم صريح. هتقول لي ايه ده بيعمل الاثنين؟ والله كان بيعمل الاثنين. ليه؟ عشان الميلان فعلا كان بيسيب، يعني خط النص كان مضروب خالص، خط النص خلاص بيتضرب، انت الدفاع على الله يعني فاهمني. هتقول لي بالنصر عامل فرق كبير للميلان، اقول لك فرق كبير جدا، كان ظابط النص حتى على الاقل ان انت كانت الاجوان بتاعت السوبر كانت بتجيلك من الطرف، انت فاهمني، من ناحيه تيو كالابريا ده فاهم عايز يعني فاهم في ميدان عام ويتكل علقه، فاهم، محدش يعتقه، فاهم، يديني خلاص الراجل زان خرا،
انت فاهمني؟ ماركو ده عامل واكله عيش وحلاوه فاهمني؟ ادي تعالى امشي يلا ياخدوا يمين وشمال وتيجي يعني فاهم بيتفاجئ بالكوره يعني فاهم ببص الكوره ايه ده؟ فاهم تحس ان الكوره بتلسع فاهمني؟ يقوم ايه؟ واخدين منه الكوره ايه وعاملين عرضيه بتاع. بس انت كان العادي كان الميلان الانتر بيخش في العمق وكده. بس هي يا عم جيرو ايه يا معلم؟ انت كان في كوره دي الكوره الوحيده اللي جالها تسديده على الانتر ويعني اونانا كان سرحان. انا خدت بالي ان اونانا كان بيلعب يعني اللي هو جات له كوره بيباصي لعبها غلط فانت جيرو استلمها يا معلم. وفي كوره تانية يعني انت الكوره خلاص جايه لك انت تشوطها مش مهم بقى بعدلك اليمين الشمال انت كده كده يعني فاهم مظبوطه. لا الراجل لسه يستلم ويعمل لا وانت دفاع الانتر يعني فاهم عاملين شغل يا معلم يعني فاهم باستوني وسكنيار يعني اللي فاهم احلى نصبايا على اتنصب على الانتر اللي هو خلاص فاكر الموسم كده رايح باريس وخلاص الصفقه رسميه يعني معلومه يعني فانا ما رضيتش اضيفها في الصفقات الشتويه عشان كده ما راحش باريس. احنا نتكلم يا باشا عن اللي راح يعني فاهمني الراجل اللي دفع. فما علينا يعني نخش في الموضوع. عملوا نظام جامد ويعني فاهمني فانت هتقول لي طب مين انا عمل ايه؟ فاهم قاعد يدعي يا رب النتيجه تخلص على كده. لوكاكو بقى فاهم ان هو ايه حيوان يعني فاهم البغل لوكاكو ده داخل عمال خد الواد كده وهبطوا على الارض وشاط الكوره في ايه يا معلم؟ في ايه؟ هتقول لي بقى الكوره بتاعت لوتارو والجون الثاني ده هل ده بقى اوفسايد ولا لا اوفسايد؟ فاهم هو بطرف صباعه فعلا والله فاهم صوابعه دي هي اللي كانت اوفسايد. يعني دي اللي كانت اوفسايد. بقى على ماتش برشلونه واشبيليا يعني فاهم الماتش يعني فاهم كان بيتلعب من طرف واحد. من بعد يوسف النصيري لما طلع هتقول لي ليه يا معلم هو ما كانش بيعمل اي حاجه وكان ايه بيعمل ضغط. اقول لك لا يا معلم يعني بما ان يعني اللي بوسكيتس اتصاب يعني حزين عليه جدا يعني. بس هي دي بقى قصة حياتي. يعني بص انا مش عارف انا ادعي له ولا ادعي عليه يعني بس علينا يعني ولا يخسر يعني فرانكيسي نزل وبتاع بس قبل فرانكيسي ما ينزل كان انت يوسف النصيري عامل ضغط كويس على دفاع برشلونه. هتقول لي عامل ضغط ازاي يا معلم؟ كان بيخلي جديون كان من ناحيه الدفاع بيسقط من بعد خروج بوسكيتس اللهم صل على النبي ما كانش بيسقط يعني فاهم هو الحمد لله ان هو بص احنا ما بنشوتش في الاصابه وكده بس هو ايه اتصاب يعني فاهمني يعني هو بص الحمد لله يعني قدر ولطف يعني فاهم لو خير لينا الحمد لله تمام خليه كده على طول. كان بيسقط قبل فرانكيسي يا معلم يعني ده يثبت لك ان انت مش عارف ده حطه على الدكه ليه. انت ده حطه على الدكه ليه؟ انت الجون الاولاني كرة اتلعبت لجوردي ألبا فاهمني على الرايق 3 لعيبة داخلة على فرانكيسي ريح يا معلم رايح لجوردي ألبا اللي هو نجم المباراة. هتقول لي طب نجم المباراة ولا رافينا؟ لا الاثنين بصراحة بس جوردي ألبا أكتر عشان هو باك شمال فاهم والحلول الهجومية بتاعته مش كتير اللي هو يصنع هدف ويجيب جول. أنت فاهمني؟ فرانكيسي يا باشا على الرايق رمى الكورة وانت فاهمني جافي يعني فاهم برقم 6 يعني هتقول لي ايه المشكله بتاعت رقم 6؟ انا عايز اقول لك يا معلم اللي احنا كنا في مصيبه وكان ممكن جايز اصلا جافي يمشي يعني. ايه ده بس بالسهوله دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه تاني. في العقد كده بتاع جافي اللي هو لو ما تسجلش الصف الاول وياخد مرتبات مع الصف الاول عادي ممكن ما يحلوا له الصفقه متاحه ويبقى لاعب حر. على الله يا معلم كانت الدنيا هتبقى خربانه. هتقول لي يعني ايه الفرق يعني لما يبقى رقم 30 وينزل لرقم 6؟ اقول لك بقى فاهم في الليجا فاهم في حاجات غريبه كده بتحصل اللي هو اللعيبه اللي بتبقى من الصف الاول لازم تكون اقل رقم تحت ال 22 فاهم بقى تختار بقى اخرك 22 من 1 ل 22 معرفش ازاي بس ما علينا مشي الدنيا يا معلم عادي ما فيهاش اي حاجه مشي الدنيا فاهمني. ده النظام اللي كان يعني فاهم مع جافي وده عمل فرق كبير برافينيا بقى يابا عمل الكوره اسيست جامد بالرغم انت هتقول لي رافينيا عامل لاعب وحش وكان زي الخرا خالص وبتاع. اقول لك بصراحه يعني فاهمني هو كان وحش قوي فاهم الايام اللي فاتت بس ابتدى يستعيد قدراته يعني عمل اسيست جامد. انت هتقول لي طب عثمان ديمبلي يعني عمل فرق كبير باصابته
في الماتش اللي فات وكده. اقول لك والله يعني تخيل جه علينا الزمن اللي يقول لك في فرق في يعني عثمان ديمبلي سايب فرق في النادي في الجناح اليمين، يعني هو سايب فرق. انت فاهمني؟ ده يعني بص انت وصلت لايه اهو، انت وصلت اهو خلاص. رافينيا جاب جون حلو، ورافينيا يعني بيحب هو يتطرف من ناحيه اليمين عشان ايه، فاهم، على عدلته يعني. يفهم بقى جيرو كانت المفروض تبقى من طرف، فاهمني، وتجيب الكوره اللي انت ضيعتها بتاعت الميلان دي. بس ما علينا، احنا دلوقتي داخلين في برشلونه يعني. ف جون كويس. هتقول لي بقى كده برشلونه ينفرد بالصداره ب8 نقاط فرق بريال مدريد. في حوار اللي هو انت برشلونه الجانب السلبي اللي هو نزل لاوروبا ليج يعني، فاهمني؟ اقول لك لا ده جانب ايجابي. اقول لك ده خلى بقى اللي فاهم انت الضغوطات عندك خلاص راحت، خلاص انت طلعت، ففي مشكله هتحصل لا خلاص، فانت تركز في اللي قدام اللي هو في الليج. انت خلاص الجانب الايجابي اللي انت خدت الصور، فاهم؟ هو بس خلاص يعني الدنيا اتظبطت معاك. ويعني على الله يا معلم يعني، انت فاهم انت كده. هتقول لي الريال هيحاول، بس انت برضو بالنفسيه والحاله اللي انت فيها دي، واللي عندك اقتراحات في كذا لعيبه لما اي واحد يتصاب ويبقى عندك حلول في بديل ليه، لا انت ممكن تكسب يا معلم. هتقول لي طب ما انت ايه الدنيا مع مانشستر يونايتد؟ اقول لك لا انت ده بقى هيعرفك بقى ايه، انت بتلعب مع فرقه تقيله، تنهاج فرقه تقيله على الله يعني شغال. تقول لي بقى الريال والاهلي وبتاع، يا باشا احنا في وقت الجد بيخلعوا. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه. تقول لي انت ايه مالك بتتكلم بالثقه كده ليه؟ اقول لك يعني انت فاهم انت يعني جه عليك الزمن اللي بيبقى في الدفاع في الريال، قصدي في الهجوم في الريال اسينسيو بيبقى خلاص كاساسي، انت فاهمني؟ اسينسيو بيلعب اساسي. تقول لي انت بتتكلم في ايه مانو فينيسيوس يا معلم ورودريجو، فاهم حاجه؟ اقول لك خلاص انت اللعيبه يعني فاهم، تحس ان هي ايه جالها اشباع، فاهمني؟ خدوا دوري الابطال، احلامهم كلها خلاص اتحققت. محتاجين حاجه يعملوها تاني؟ لا فنبقى عادي ايزي. فشباب يعني كده وصلنا لاخر الحلقه، واللي يعني اللي اتفرج يستحملنا نقول له شكرا جزيلا ليك كده ويعني على الله تسهيل. هتقول لي الدنيا مع الاهلي وبتاع، اقول لك هتكلم عليه، هعمل حلقه عليه بتاع، صح ولا ايه يا عماني؟ يعني بارك العماني بقى ان هو وصل ده النهارده ايه؟ سافونا يا جدعان، سافوني في التعليقات كده. الراجل رجع وهنرجع بقوه ان شاء الله يعني. تمام. انت هذا يعني انت ايه الدنيا تعبت ازاي؟ الحمد لله عم، كل شويه فيروس وبتاع. انت هتعدينا، تقفل يا اقفل.